كده احنا وضبنا الأوضة، اتمرنا، فطرنا. ناقصنا بس ان احنا ناخد شاور وان احنا نعمل سكين كير. عايزة اسقي الزرع بتاعي لان ما سقيتوش النهارده الصبح. الايام الوحشة هي الايام اللي بتخلينا عايزين نقضي يومنا كله في السرير من غير ما ننجز. الايام الوحشة هي اللي بتتحكم فينا، والشيطان بيحاول ساعتها يقنعنا ان احنا ما عندناش قدرة ان احنا نعمل اي حاجة. ازيكم؟ تعرفوا ان انا بقالي 7 ساعات عايزة اقوم اصور وعمالة اجل في الخطوة دي، وكنت هعمل الحلقة بتاعت يوم الاثنين اللي هي النهاردة عن ازاي نداري شعرنا وازاي اخد الخطوة بتاعت ان انا اداري شعري وكده. لان انا عارفة ان احنا كبنات كتير بنعاني ان احنا مش عارفين نداري شعرنا، وان احنا بنحب شكلنا اكتر وشعرنا باين في الحجاب يعني. فكنت هتكلم عن الموضوع ده وكنت مجهزة سكريبت، لكن اكتشفت ان انا عمالة اسوف وعمالة اجل وعمالة اقول لا هبدأ كمان شوية. 7 ساعات عمالة باجل كاملين. فاللي عايزة اقول لكم ان انا قررت هاخدكم معايا. ممكن يكون الفيديو ده عشوائي شوية ومن غير سكريبت ومن غير اي تحضير، لكن انا عارفة ان هو انتوا هتحسوه لانه طلع من قلبي. انا بصراحة حسيت ان انا مودي بدأ يبقى مش حلو بسبب ان اتأخرت جدا في ميعاد تصوير الحلقة، والمفروض انا بنزل فيديو كل اثنين وخميس الساعة 7. فحاسه ان انا زعلت من نفسي. عارفين لما تحسوا ان انتوا بتغزلوا نفسكم، ان انتوا زمام الامور ما بقتش في ايديكم انتوا، فحاسين ان انتوا عمالين تاجلوا تاجلوا تاجلوا. فبصراحه زعلت، فقلت خلاص انا اتحديت نفسي ان انا هاخدكم النهارده وانا بحول يوم كئيب، لابسه فيه اسود وقاعده في السرير والاوضه مبهدله ورايا ومش نظيفه، وعايزه اعمل حاجات كتير، ان انا اقوم اصور وافطر. انتوا متخيلين يعني مثلا الساعه سوري الموبايل وقع. تتخيلين دلوقتي ان الساعة 7:15 هتظهر لكم مقلوبة وانا لسه ما فطرتش وصاحية من الساعة 12. فعايزة اعمل كذا حاجة، اولهم ان هو انزل الجيم، عايزة انزل اتمرن. تاني حاجة وهو ان انا اوضب اوضتي. تالت حاجة وهو ان انا افطر. رابع حاجة وهو ان انا اخد شاور. خامس حاجة وهو اعمل سكين كير واول اذكار المساء وانام. وانا متاكده ان بعد ما اليوم ده يخلص احنا كلنا هنفهم يعني ايه ان احنا اللي بايدينا ان احنا نغير حياتنا من يوم احنا بنقضيه في السرير حزينين مكتئبين عمالين بنقلب في السوشيال ميديا، وقتنا بيضيع، للحظه احنا بناخد فيها القرار. انا دلوقتي طالعه مش احسن حاجه، طالعه لابسه لبس مش احسن حاجه، المكان مش احسن حاجه، الاضاءه مش احسن حاجه، الاوضه مش متوضبه اكتر حاجه. بس لازم ابدا في حاجة أنا ملتزمة بيها، وهي إن أنا أنزل فيديو يوم الاثنين والخميس الساعة 7. يعني هو غصب عني والله، مزاجي مش كويس، مزاجي كويس، الظروف أحسن حاجة مش أحسن حاجة، أنا ألزمت نفسي وقلت لأ أنا هبدأ حتى لو كل حاجة كانت بايظة، لازم أبدأ. اللي عايزاكم تعرفوه ان الشيطان بيحاول يغوينا ويحسسنا ان ايامنا وحشه عشان ما نحسش بالنعم اللي حوالينا. بيحاول يغوينا ان احنا نشوف ان يومنا وحش. فانا هوريكم ازاي ممكن نستمتع بيومنا واحنا قاعدين في البيت اهو. انا مش هخرج بره، يعني تقريبا ممكن الجيم هو الحاجه الوحيده اللي هخرج. وانتوا لو مش قادرين تتمرنوا ممكن تتمرنوا في البيت عادي، او تشغلوا تمارين اللي هي على اليوتيوب وعادي زيها زي الجيم. فكفايه اعذار وكفايه حجج ويلا بينا نبتدي. طبعا زي ما انتوا شايفين الاوضه مكركبه جدا جدا، خصوصا المكتب كان حالته مزرية زي ما انتوا شايفين، كل حاجة مش في مكانها خالص. وده مكان شيكو، الرملة بتاعته والاكل بتاعه. وبدأت اول حاجة بالمكتب لانه اكتر حاجة كانت مكركبة. الليد ده جايباه جديد بس مش عارفة اركبه في المراية، مع اني استخدمت دبل فيس بس برضه مش راضي يلزق، مش عارفة ليه. فسبته كده لحد ما اشوف ليه حل. ماشية عكس ما انا عايزة. البرفيوم بتاعتي المفضلة اليسا وقعت واتكسرت مني، بس هنكمل مش هزعل، هكمل عشان انا عامله تحدي معاكم ان احنا نقوم ننجز كل حاجه ورانا. فيلا بينا نكمل. وهنا بوريكم شكل المرايه بعد ما بوظتها بالدبل فيس خالص وبرضه ما اتلزقتش. وبعدين بدأت بالسرير، بصراحة كان مكركب جدا وعليه حاجات انا مش فاهمة كلها جت هنا ازاي، وكنست الأوضة. وده شكل الأوضة بعد ما وضبتها. قعدت اوضب فيها في ربع ساعة، الحمد لله انجزت، ما اخدتش وقت طويل. دلوقتي انا لسه مخلصه توضيب الاوضه بتاعتي حالا، طبعا حاسه الحمد لله بالسعاده شويه حلوين عن قبل كده. ولسه تاني حاجه بقى وهو ان انا عايزه افطر، هموت من الجوع كده، بقالي 8 ساعات بالظبط ما فطرتش، فجعانه جدا جدا جدا. ومبسوطه بصراحه ان انا خلصت الاوضه، لسه الفطار وهنزل الجيم
واخد الشاور واعمل سكين كير. لسه حاجات كتير قوي، بس بصراحه حاسه ان مودي بدا يتحسن واحده واحده لما بدات انجز. خصوصا ان انا حد يا جماعه، انا حد منظم جدا جدا جدا. عندي OCD اصلا، يعني عندي مرض ان الحاجات تكون منظمه ومرتبه. فالحمد لله حاجه كنت شايله همها وخلصت منها. يلا نروح نفطر ونكمل الفيديو بتاعنا ونكمل التحدي اللي احنا عاملينه. وهنا حطيت الفطار بتاع شيكو الاول وبدا ياكل، وعملت الفطار بتاعي بيضتين مسلوقين وبطاطسية مسلوقة وايس كوفي، وقعدت اتفرج من الشباك بتاع الصالة. وبعدين لبست ونزلت الجيم، حضرت الشنطة بتاعتي ونزلت وجبت الشيكو فيونكة. وانا راجعة طالما احمريت كده يبقى انا نزلت الجيم. الحمد لله نزلت الجيم ورجعت. كده احنا وضبنا الأوضة، اتمرنا، فطرنا، ناقصنا بس ان احنا ناخد شاور وان احنا نعمل سكين كير. عايزه اسقي الزرع بتاعي لان ما سقيتوش النهارده الصبح، لان قريت معلومه ان ما ينفعش نسقي الورود او الزرع والشمس طالعه، يا اما يعني وقت الشروق لسه الشمس مش قويه، يا اما وقت الشمس فيه غايبه. فعاوزه اسقي الزرع بتاعي، وعايزه قبل ما اسقي الزرع بتاعي واخدكم في باقي الفلوج بتاعي النهارده ان انا اعرفكم يعني ايه الايام الوحشه. الايام الوحشه هي الايام اللي بتخلينا عايزين نقضي يومنا كله في السرير من غير ما ننجز. الايام الوحشه هي اللي بتتحكم فينا، والشيطان بيحاول ساعتها يقنعنا ان احنا ما عندناش قدره ان احنا نعمل اي حاجه، وبيخلينا نستسلم وبيخلينا نكمل حياتنا في السرير مكتئبين وعمالين نقلب في السوشيال ميديا. ومش كده تقليب في السوشيال ميديا يا جماعه ان احنا لو بنقلب عشان اقول لكم ان احنا 80% بنتعلم، للاسف لا، احنا بنقلب بنشوف فلوجرز، بنشوف ناس ما شاء الله حياتهم كلها سفريات وكلها تحرك، فبنحس ان احنا حياتنا وحشة، فبيجيلنا احساس عدم الرضا عن حياتنا. اللي عايزه اقول لكم ان انا كنت في يوم وحش زيكم، وان انا كنت مقضيه اليوم كله في السرير وقاعده مكتئبه ومش مبسوطه، بس قررت في حاجات بسيطه جدا ان انا اوضب اوضتي وان انا انزل اتمرن، ولسه باقي اليوم. وسبحان الله عملت 3 حاجات بس وحاسه ان انا الحياه رجعت لي تاني، وشايفين الضحكه رجعت على وشي تاني. ف حاولوا تحسوا بالسعادة في الحاجات البسيطة. أنا ممكن الحاجات اللي أنا بعملها دي أبسط حاجة في الدنيا، بس هي بتبسطني، فخلاص دي بقت أكبر حاجة في الدنيا. فانتوا حاولوا تعملوا لنفسكم مودكم الخاص، اللي الحاجات اللي انتوا كل ما تحسوا ان انتوا مكتئبين تعملوها وهي بتبسطكم، لان ظلم قوي ليكي ولنفسك ان انتي ما تكونيش عارفة ايه الحاجات اللي بتبسطك، لانه وقتها كل ما حاجة هتزعلك هتبقي تايهة. وهنا كنت بدأت العب مع شيكو شوية، بحاول افوقه عشان يقوم شوية من البرد اللي هو فيه ده، بس الادوية يعني مهمدة خالص، فحاولت افوقه لكن للاسف ما عرفتش، فسبته ينام بقى لانه هيتعصب عليا. المهم سقيت الزرع بتاعي الحمد لله. عايزة اسميهم يا جماعة، لو حد عنده اقتراح لاسماء الزرع يقولي. وبعدين حاولت على قد ما اقدر اعمل اجواء هادية عشان ادخل اخد شاور واطلع الاقي الاوضة احس فيها بسلام نفسي واحس ان الجو بقى هادي. شغلت الليد بتاع النور، ولعت الشمعة وشغلت اذكار المساء، ودلوقتي رجعت تاني ويلا نعمل سكين كير سوا. الحمد لله عملت اوضتي، رحت معاكم الجيم، كان اكل صحي، سقيت الزرع، عملت سكين كير، اخدت شاور، اكلت شيكو. ايه تاني؟ وفي خطوه برضو انا عملتها من غير ما اصور، وهو ان انا غسلت، كان عندي غسيل كتير جدا فعملت ده. والحمد لله بعمل معاكم اهو سكين كير، وقريت اذكار المساء، صح، اذكار المساء. والحمد لله انا كده عملت كل حاجه نفسي فيها الحمد لله. انا مفيش حاجه بتبسطني اكتر من ان انا احس ان انا بنجز او ان انا بشتغل على نفسي. انا بصراحه جربت ان انا اعيش الحياه اللي هي مش شغاله بيها على نفسي ومش بحاول اتطور، ما قدرتش وما حسيت ان ده مش انا، وان انا لازم طول الوقت اقعد احسن من نفسي واحاول انصح اللي حواليا واللي حواليا ينصحوني. بحب كده جدا. انا ناقصني خطوه واحده، وهي ان انا عايزه اعمل شبه جدول للتمرين، جدول لوقت الفطار. عايزه اعمل سيستم. انا بعمل كل الحاجات دي الحمد لله دلوقتي، لكن من غير سيستم، اللي هو كل حاجه اللي هو يلا اعمل كذا ورا كذا ورا كذا من غير سيستم. وانا بحب يبقى في
وقت لكل حاجة، عشان لما الساعة مثلا 7 تيجي اعرف ده وقت التمرين، لما الساعة 8 تيجي اعرف ده وقت كذا. فاللي انا عايز اقول لكم انكم تحسوا بقيمه الانجازات الصغيره اللي مش متشافه. انا مبسوطه قوي ان الفيديو النهارده خلاص خلصته، ومبسوطه انكم كملتوا الاخر. وسؤال النهارده هو ان انتوا جربتوا في يوم ان انتوا تبقوا ماسكين زمام الامور في حياتكم، وان انتوا تخلوا يوم من كئيب ليوم سعيد زي ما انا عملت النهارده؟ احكولي، وبحبكم قوي قوي قوي، وشكرا على الكومنتات الكتير الحلوه. انا بحاول التزم، وان شاء الله استنوا فيديو كل اثنين وخميس الساعه 7. وبحبكم قوي، وباي باي.